قرب لحد حوش. أكيد كلكم رح تسألوا الحبل وين نزل. أنا رح أحكي لكم. اليوم المغامرة مليانة أدرينالين وبتحبس الأنفاس، لأنه المغامرة في مغارة عجيبة. المغارة اللي رح ننزلها عمقها 100 متر. هذه هي أعمق مغارة ملحية بكل العالم. ولما نحكي عن منطقة ملحية أكيد إحنا في أخفض منطقة في العالم، البحر الميت، وتحديدا في فلسطين الحبيبة. جاهزين؟ أكيد رح أنزل أول واحد. بعد ما جهزنا حالنا وكان معنا مرشد مختص بالإنزال والتسلق، بلشت رحلتنا بالنزول إلى فوهة المغارة. وفي لحظة نزولي حسيت إني في عالم تاني، عالم جديد بالنسبة لنا، بستنى إننا نكتشفه، بس هو موجود من ملايين السنين. بعد نزولنا جميعا بسلام ابتدأت كمان مغامرة، وهي الدخول إلى قلب المغارة. وهون رح تبلشوا تشوفوا تشكلات صخرية عجيبة وبلورات ملحية أشبه بالخيال، لنوصل على أصعب مرحلة، وهي الزحف في أضيق أماكن في المغارة. بعرف إنه في ناس هلأ قلبها بدق بسرعة بمجرد إنه تحضر هيك مشهد، بس ما تخافوا، العالم الخارجي. هذه لذة المغامرة، نعيشها ونكمل للآخر. لو حسينا بصعوبات وخوف نحارب خوفنا ونغلبه، ونستمر لنوصل إلى نهاية المغامرة ونحس بطعم الإنجاز.